السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب، عيلتي هتكبر بيكم وليكم هتكون عيله كبيره جو جو، يا عيله الصعيد وعوايد. قصدي يوميات الصعيد وعوايد. قبل ما ندخل فيديو النهارده عايزه دعوه حلوه منكم كده لاسماء، خليكي معايا، ربنا يشفيها ويعفى عنها وما تشوف شر ابدا يا رب، ويتم شفاها على خير، وربنا يرزقها الصحه والستر وراحه البال ورزق يتعجب ليها للسما والارض، اللهم امين يا رب العالمين. وتشوف هاجر احلى دكتوره، والماما فاديه ربنا يبارك في عمرك يا امي، وربنا يخليكي لينا يا رب، وما نتحرمش ابدا منك ولا من دعواتك الحلوه ولا من كلامك لينا ويدومك نعمة في حياتنا وفي حياتهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويبارك فيك وفي عمرك انتوا بابا جمال وكل العيله الكريمه، ربنا يحفظها يا رب ويحميها ويبعد عنها يبعد عنهم كل وحشه، اللهم امين يا رب العالمين. ودعوه مني خاصه بثواب الفيديو من غير الفيديو، كل الناس وكل دعوه بتتكتب على قناتي قناه السعيد وعوايد، وربنا يتقبلها يا رب، اللهم امين. وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه لكل المتابعين، الناس اللي دخلت واشتركت والناس اللي واقفه معايا. كلامكم فرحني كتير، مبسوطه جو بيكم وبكلامكم، ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم وحبكم ووقفتكم معايا هتكونوا سبب كبير جو في فتح باب الرزق ليا، اللهم امين يا رب العالمين. مبسوطه بتفاعلكم، مبسوطه ان كل الناس اللي اشتركت وبتتفاعل معايا على الفيديوهات. ايوه كده، شد حيلكم، عايزين ربنا يكرمنا ان شاء الله، هانت خلاص نكمل الشروط وربنا يكرمنا والقناه تتفعل وابتدي اربح منها. فيديو النهارده مليان، فيديو النهارده كله طاقه ايجابيه، هنعمل حاجات كتير جو مع بعض. المهم الفيديو حلو ان شاء الله باذن الله يعجبكم. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بتعمل ايه يا ام مريم؟ سميت الله كده زي ما انتوا شفتوا، صليت على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدماسه بتاعت حماتي مش شكل دماسه زي ما انتوا شايفين شكلها كده مبدئيا في بدايه الفيديو، لا شكلها صعب جدا ووحش جدا، ومن جوه طبقات كده كتيره جو فيها مش طبيعيه، ومن بره متبهدل ومن جوه متبهدل. حطيت ملح الليمون وسبتها على النار كده تغلي، ووريتكم شكلها الاول، وحطيتها على النار تغلي، وطلعت اخلص ايه باقي اللي ورايا، وسبتها كده مع نفسها كده تاخد وتدي على النار، هتشوفوها معايا في نهايه الفيديو. وطلعت كده اشوف اللي ورايا ايه. بصوا هنا كده كنت عامله فيديو على القناه الكبيره. بالنسبه للناس سالتني على القناه الكبيره، قناتي الكبيره يا بنات اسمها الصعيد وعوايده. قناه هسيبها لكم في اول تعليق مثبت، قناه فيها 115 الف مشترك، كانت مشاهداتها ما شاء الله اللهم بارك عاليه جدا جدا. ما حصليش نصيب، ما كانش ربنا كاتب لي اني ارزق منها لسبب اسباب كتير جو ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص اتكلم فيه عن كل ده. هتشتغل عليها يا ام مريم؟ هشتغل عليها كل يومين ثلاثه او كل يوم ويوم هنزل عليها فيديو لحد ما اشوف في شهر 7 ان شاء الله هتكبر ربح اليوتيوب ولا لا. ان كان هشتغل عليها بكل طاقتي، وهتبقى برضو فيديوهات قويه لان القناه غاليه عليا جدا وشجع 4 سنين. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، انتوا قد الدنيا. الناس اللي عايزه تعرف القناه هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. لما بنكتب دعوه حلوه من القلب تدخلوا كده تشتركوا فيها وتشاهدوا عليها فيديوهات هتتفاجئوا. المطبخ بتاع حماتي اللي كلكم بتتكلموا عنه ادخلوا شوفوا، كان مهجور وكان متساب، كان شكله عامل ازاي وحولته ازاي. ادخلوا شوفوا في التجديدات ببيت حماتي، ادخلوا شوفوا التجديدات وفيديوهات عند امي، ادخلوا شوفي تجديدات في شقتي. القناه عليها 1000 فيديو فعلا، فيديوهات وحش الصعيد. متابعيني لما جالوا وحش الصعيد وملكة النظافة ونورت اليوتيوب وأسطورة مش منجلية، من ما شاء الله اللهم بارك، من الحاجات اللي انا مش كمان بعمل فيديو، انا بحب كده يعني. سبحان الله، كل بني ادم ليه طاقه، بس ربنا يديني الصحه. انا بحب كده، انا بحب التنظيف، التنظيفات العميقه، بحب تنظيفات المطابخ بصوا بحب التنظيف بطريقه غير عاديه، ما بعرفش اقعد واتحمل في مكان فيه حته فيه موسخه يعني. قد ما الدنيا لو الدنيا مكركبه ما بعرفش، فاهمين ازاي يعني. فاللي هو كل يوم ما بعرف. وفي حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، انا ما بعرفش اقعد على حيلي، انا بروح اي مكان ما بعرفش اقعد يعني. اي نعم، ربنا يدينا الصحه يا رب. دايما بقول لكم الدنيا مش مستاهله، ربنا يدينا ويديكم الصحه اللهم امين يا رب العالمين. عشان كلمه وحش الصعيد اللي بتكتبوها له بتفرحوا قلبي بتعليقاتكم وكلامكم دي ما جاياش بالهين يعني. تعملي ايه يا ام مريم؟ كنت بوريكم شكل السلم الهلوس مبهدل، السلم من ساعه ما مشيت من البيت، يعني يمكن 6 7 اشهر، السطح ما تنضفش، البيت ما توضبش، الهلوس مال الدنيا، الدنيا مش تمام، اللي قدام باب الشقه معفن. وكمان عايزه اقول لكم يعني لكم حاجه كده هقول لكم عليها. طلعت انضف السطح كده، اخدت قدام باب الشقه واخدت كده السطح، كنا هنطلع نشوي بس للاسف لقينا السلك بتاع الشوايه مقطوع يعني.
طلعتِ تنضّفي السطح فين الفرن يا أم مريم بتاعة حماتِك، هتضحكوا معايا، تضحكوا معايا، يعني بتعرفوا قلة ذوق، بجاحة، مش عارفة تتسمى إيه بصراحة، قلة أدب. المهم يعني ما علينا يعني، أنا عادي يعني عشان نتكلم ولا مال. آآ اعملوا لايك بس واشتركوا في القناة. اللي كانت هنا في فرن بأنبوبة بتاعة حماتي، وفي الألواح بتاعتها اللي هي الصِّجان، اللي هي بتتحط في الفرن بنعمل عليها الجُرَس والفطير والكلام من ده. لفترة ما كده يعني حماتي فوجئت إن الفرن بالأنبوبة مش موجودة، يعني الفرن بالأنبوبة مش موجودة من غير ما تعرف حاجة عنها يعني. حد طلع خدها وبيخبز عليها وهي ما تدراش وما تعرفش اتاخدت امتى ولا الساعة كام ولا انهي يوم ولا لها وقت قد ايه، لاني محدش بيطلع فوق، انا اللي كنت بطلع اكنس المكان وانضف المكان واروج وارشه، وكمان كنت بعمل اكل. المهم كنت حابة يعني مع التفاعل بتاعكم اعمل فيديو كده في السطوح، أشوي فراخ، باطلع أشوي فراخ مصورة على القناة الكبيرة، باخد شاي، بنعمل شاي وبنعمل بُن وباقعد البنات حواليّا والمكان يبقى نضيف. فطلعت المهم عشان خاطر أنضف الدنيا، قبل ما أطلع أساسًا كانت حماتي يعني مكتشفة إن الفرن مش موجود بالأنبوبة، المهم ما حدش بيكلمها يعني، فما حدش قال لها إنه إحنا خدناها يعني، خدوها من وراها. أقول أي كلمة تاني، المهم جلّبوا حماتي فيها، وحمدت ربنا يا بنات أنتم اخواتي وعيلتي، طبعًا مش باحكي في تفاصيل كتير يعني في البيت العيلة، وده بناءً على نصايح واخواتي وأهلي، وغير كده أبو مريم مانعني نهائيًا إن أنا أحكي في أي تفاصيل تخص البيت على الهوا يعني، أو أي حاجة بتحصل في حياتنا عمومًا يعني، حتى لمّا بيكون تعبان في علاج وتعبه تعب بناتي ما بيحبش إن أنا أطلع أتكلم، يعني بالعابر كده لو هاقول كلمتين، لكن أعمل فيديو مخصوص لأ، رافض رفض نهائي يعني الموضوع ده من زمان. المهم يعني مش عايزة أقول لكم إن هُم جلّبوا حماتي في الأنبوبة خلّصوها في الفرن يعني، وحماتي بقى ما أقولكمش على اللي عملته، وحمدت ربنا أكتر إني أنا ما كنتش موجودة. أنتم عارفين لو أنا جيت وأنا اللي كنت قُلت لها يا أمي الفرن فوق مش موجودة، كانت يعني مسكوا فيّا، حمدت ربنا إن هي اكتشفتها قبل أنا ما آجي. فبقى أمّا جيت بتحكي لي، قالت لي: "راحوا خدوا منّي الفرن وما سكتّش وقعدت خربت الدنيا على السلم وهاتوا الفرن ياه." وطبعًا باتكلّم معاكم كده الموضوع عاملاه بهزار، بس أنتم طبعًا فاهمين الكلام، مش عايزة يعني أقول كلام يعني آآ يدِن يعني ولا كده، بس فقعدت تقول لي: "أنتم عارفين الفرن غالية عليَّ وجابها لي عمِّك رحمة الله عليه حمايا تقرّ الرحمة كل أموات المسلمين يا رب، اللهم آمين ربنا يرحمه ويغفر له كان طيب جدًا، وساب جوزي صغنّن خالص نُنّة يعني ساب أبو مريم كان صغير خالص ما كمّلش 15 سَنة تقريبًا كان عنده 10، 12 سَنة ومات وسابهم يعني كان جِه من السعودية كان خسر كل ما يملك وجاه أصابه مرض السرطان 6 شهور واتحسّر على اللي راح منّه ومات. فربنا يرحمه، فغالي عليّا كان جايبها لها المرحوم عمي وقعدت تقول ياخدوها ليه ومالهم بيها ومش عارفة إيه، المهم قعدت تحكي لي كده وراحت دخّلت الفرن في الشقة عندها تحت هتشوفوها معايا إن شاء الله في الفيديوهات، حطيتها تحت وجات أنا مش باخبز وأنا الفرن أنا قُلت لها الحمد لله خديها، قُلت لها: "لأ أنا ما آخدش أنا مش حِمل، أنا كده زي الفل مش عايزة أنا أي حاجة عايزاها أجيبها وكمان الحمد لله إن أنتِ اكتشفتِ الموضوع كنت أنا هاطلع أكنس السطح يا بنات عشان خاطر أعرف أقعد أنا والبنات كده ونشوي، كنت هاقول لها الفرن كانوا هيقولوا ما حدش سلّط هلّانة، ما حدش قوّم هلّانة وأنا غلبانة ومظلومة والله يشهد الله عليَّ. لو أنا باعرف أعمل كده ما كانش ده بقى حالي، يعني أنا باقول لكم الموضوع كده عاملاه بضحك وبهزار عشان إيه، أنتم فاهمين طبعًا الدنيا. بس المهم طلعت أكنس عشان نشوي، يا فرحة ما تمِّت بعد ما تبّلنا الفراخ باظت حطيناها في الفرن لقينا الشواية قاطعين السلك بتاعها، وأبو مريم كان واخدها بيحاول يعملها، طلعت عايزة سلك، السلك بتاعها مش موجود هنا، عايز ينزل الميدوب تحت والسلك نوع معين، والمهم راح قال لها: "أنتِ لازماكِ الشواية يا أمي؟" قالت له: "لأ." قال لها: "أنا باشوي على الفحم يا أمي وهنشوي على الفحم بعد كده هنجيب فحم ونبقى مضبّطين حالنا ومش لازمنا." عشان السلك قطعوه والكهربا شالوها والكوبس خلعوه، يعني حاجة مستفزة لأبعد الحدود يعني. المهم يعني أبو مريم ما يسمعش الفيديو، أنا باوطّي صوتي على أساس إن هو مش هيسمع، إن هو مش جنبي بس ما يسمعش الفيديو، بيقعد يسمع الفيديوهات عارفين لمّا يبقى قاعد يسجّل الفيديو كده وفي حاجة تخُص الفيديو يبقى قاعد كده قدّامي، ما فيش قصدي حاجة يعني. المهم دي فروحة زي ما أنتم شايفين فرحة أهي، ما شاء الله عليها بُصّوا حلوة إزاي كده وعسل ومرتّبة ونضيفة ومحمياهم ومسرّحة لهم شعر ومخلّياهم زي الفل، بس عندي مشكلة مع فرحة عشان هتكتبوا لي في التعليقات لو أنتم كده زيي اكتبوا لي، ولو عندكم حل ليها اكتبوا لي. فرحة ما بترضاش تلبس حاجة في رجلها، من صغرها على الوضع ده، تعبانة جدًا، وعايزة أقول لكم لمّا بنروح فرح يعني هي راكناه كده الشبشب، ممكن تركنه لي على الأنتريه، ممكن تحطّوه لي على السرير، أمّا بنروح فرح تخلع وتحطّه على الترابيزة، تشيله من رجليها وتحطّه على الترابيزة اللي إحنا قاعدين عليها.
راكبين في تاكسي الاقيها شالته من التاكسي وحطته جنبها، اتنسى في التاكسي. في الشارع كل شويه تقول رجلي رجلي شليني، وعشان خاطر تشيله. المهم عندي مشكله مع فرحه انها تلبس حاجه في رجلها. مودة غير كده خالص، ومريم غير كده. مريم ما تعرفش تدوس حافيه، هي لا، هي تبقى مطالعه بالشبشب نازله بالشبشب. المهم اول حاجه تعملها اول ما ننزل الشقه تلم الشباشب بتاعتنا تحطها في الجزار. ولما اقول لها لا يا فرحه ما تسيبيش رجليكي كده، تاخده تحطه في اي مكان، ممكن عادي تقعد المهم تحطه لي في اي حته، جوه الدولاب، على السرير. واقول لها الشبشب بتاعك فين، تقول اهو جنبها. تلبسه لا. ربنا يا رب يخليها لي ويصلح لي حالها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا كده نضفت السطوح، كنسته كده. عايزه اقول لكم ليه اشهر ما تنضفش، مليان تراب. آه عشان برضو ابا صادقه هم يعني كانوا هيشوا يطلع يحطوا كراكيب، محدش بيطلع فيه. عشان برضو انا ما اكدبش، هم من زمان يعني كانوا الاول لما كانت الامور كويسه كان ممكن يعني من سنين يعني يخبزوا، عايزين يخبزوا يطلع يخبزوا. بس غير كده لا. بس يعني انا لو عوزت اطلع في اي وقت بطلع، يعني انا وبناتي عشان حرام بطلع. وممكن يعني ابو مريم تعرفين ما يقعدش من غير امه. كنا الاول زمان كانت لسه معايا مريم بس كان يشيلها ويطلعها، كانت لسه برضو رجليها ما خابتش جو كده يعني. دلوقتي رجليها وركبها خابت جو يعني خالص. كان يطلع ويقعد، نقعد فوق نحط الحصيره، وكان نظيف قبل الرمله والزلط اللي فيه ده، كان نظيف. حبيت كده اغير لكم جو، وصورت لكم الشارع كده زي ما انتم شفتوا، وصورت لكم كده الدنيا، وصورت لكم كده المنظر، واليوم بتاعي كده من اوله لاخره كان ماشي ازاي بالشكل اللي انتم شايفينه كده. كنست السطوح، وقلت على امل طبعا اكمل لكم الفيديو كده ونقعد قاعده حلوه، بس يلا خير الحمد لله. ونزلت طبعا هلست. انا كنت كده نظفت شغاله تنظيف في البيت، يعني اللي هو انا بعمل ايه، اي حاجه بلاقيها قدامي متبهدله بعملها على طول. كمان اتغدينا، فالحمد لله على كل حال يعني. هلست الحيطان كلها زي ما انتوا شفتوا كده مليانه تراب. الدهان ده انا اللي عاملاه. الفيديوهات على القناه الكبيره للناس اللي حابه تشترك وتشوفها يعني لحد ما ربنا يسهل وتدفعها. ادعوا لي ربنا يسهلها. والقناه يوميات السعيد وعوايد وان شاء الله اللي احنا فيها دي تتفعل باذن الله تعالى. مسكت الحيطان زي ما انتوا شفتوا كده، شلت منها كل الهلوس وكل التراب اللي كان فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. روجتها كلها كده زي ما انتوا شايفين، ونضفتها كلها من التراب. مليانه تراب ومليانه عش عنكبوت. عايزه اقول لكم على حاجه، عمري في حياتي ما موت عنكبوت ابدا، سواء كبير صغير. اجري انا ممكن اسيبه الاوضه وامشي، بس عمري ما موته، عمري. ولو حد قال لي ما موتش عنكبوت في حياتي ابدا، مش عارفه انا كده ولا في ناس، ولا الناس كلها كده، لا يمكن. العنكبوت ده اللي حمى النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا، ما مدش ايدي عليه ابدا. اي مكان اشوفه اسيبه يمشي على طول، اسيبه يمشي. ولو في عش وانا شلت منه الهلوس كده بيبقى ضميري متضايق، ولو مكان بعيد بسيبه له، عشان تبقوا عارفين يعني ما موتوش ابدا. آه لان انتوا عارفين ان هو لف خيوطه للمشاعر، بس ما اقدرش اموته ابدا يعني ابدا مهما حصل. لو موجود في اوضه اسيبه، اي حد تاني عايز يموت يموت، المهم انا لا. المهم هلست كده الحيطان زي ما انتوا شايفين، ولميت الهلوس كله بتاع العنكبوت كده. عنكبوته صغننه انا كده وجعت زعلت عليها، بس سبتها مشيت يعني على السلم كده، قلت الله يسهلها تروح تعمل بيت بعيد. نضفت كده وهلست كده الدنيا. ما تنسوش نكتر من الاستغفار والصلاة على رسول الله، كنز من كنوز الدنيا. كل ام بتشوفني ربنا يخليكي يا امي، ربنا يدومك نعمة في حياتنا يا رب، ما نتحرمش من وجودك في حياتنا. الام ما تتعوضش مهما حصل. الام ولا بنتك ولا ابنك ولا جوزك ولا اي حد في الدنيا. الاخ والاخت والام وصلة الرحم على قد ما نقدر. الام ما فيش نقاش معاها ابدا ابدا، ولا الاب مهما كان. حنان الام مش هنلاقي ابدا في الدنيا. اي حد والديه متوفيين، الصدقه والدعاء وقرايه القران دي اجمل هديه نقدمها لهم في حياتهم وبعد مماتهم. ما نتاخرش ابدا عن اللي لينا، نفوق قبل فوات الاوان. اللي مزعله امك، يلي مزعله اخوك، يلي مزعله اختك، اللي مزعله حماتك. الحما برضو ام، ربت وكبرت وعلمت وتتحط على الراس. الحما برضو ام. مرات الابن مسيرك في يوم هتكوني ام، مرات الابن مسيرك في يوم هتكوني ام. وجوز البنت برضو هو مسيره في يوم برضو هيكون اب. وكما تدين تدان، يعني نتقي ربنا على قد ما نقدر. هنا زي ما انتوا شفتوا كده خلصت السلم ونفضت وهلست، خدت باقي السلم مع نفسي، مرضوش اصور لكم عشان ما تقولوش الفيديو كله ايه سلم يا ام مريم. هنا الحته الخرابه دي عايزه اقول لكم هم حاطين كراكيبهم، لو تفتكروا زمان كنا هنعمل قعده حلوه فيها ووقفوا في البيت ورفضوا، ما علينا يعني.
حوار ملوش لازمة. أنا عندي هناك الجنينة والبيت هناك نعمل براحتنا اللي نفسكم فيه كله، هاعمله هناك في بيتي الجديد. هتشوفوا الفيديوهات من أول الأسبوع الجاي في بيتي الجديد هتعجبكم. نقلت الكرسي، رصيت المجارس بتاعتها، حطيت حاجتها كده، نفضت هلست، شلت من التراب، كنسته عشان النظافة حلوة، عشان البيت النظيف كده تبقى ريحته حلوة، ويبقى جميل كده والنظافة باينة عليه كده، والملايكة تبوسنا، عشان على رأي مريم بنت الملايكة تبوسنا. كنت دايما لما احب اخلي مريم تعمل حاجه كنت اقول لها اعمليها يا مريم عشان الملايكه تبوسك، يعني مكان يبقى نظيف، السرير يبقى نظيف، الهدوم مكانها في الغسيل، الكوبايه تتحط في الحوض. كنت طول الوقت اكلمها واقول لها يا مريم الملايكه هتبوسك النهارده عشان انت حطيتي الطبق في مكانه، شلت الهدوم من الارض اللي انت غيرتيها حطيتيها في الغساله، شلت هدومك في الدولاب، وضبت السرير كده. يعني ده الشكل النهائي كده بتاع السطح زي ما انتم شايفين. بصوا بجد حاجه عظمه نظافه. الاوضه دي هم حاطين كراكيبهم فيها مش بيشيلوها، يعني عادي كبروا دماغهم. ضاع الخلق الا خالق. تعالوا كده نعمل مع بعض الأكل. هنا إحنا الملوحة كلناها مرتين، أول يوم وتاني يوم. ليه تاني يوم؟ البنات جم، البنات كويسين حنين على أمهم. أم البنات ما تحزنيش، ما تحزنيش، ما تفرحيش قوي. تعالي شوفي الولاد بتعمل ايه في أهاليها يعني. الحمد لله على كل حال. بصوا هنا دي الفسيخ بقى والملوحة بقى جايبين البنات عشان يتغدوا مع أمهم. كل سنة بيعملوا كده يعني، بيجيبوا مع بعض، هم اللي بيجيبوا بصراحة عشان أنا ما اكدبش. يجيبوا الساجع ويجيبوا الملوحة، وممكن يجيبوا فاكهة ويجيبوا الطحينة ويجيبوا الليمون ويجيبوا البصل ويجيبوا كل حاجة ويجوا يتغدوا مع أمهم. طبعا بما إني أنا قاعدة على طول معاها فبنقعد ناكل مع بعض يعني. بيبقوا عاملين حسابنا بصراحة يعني، بنات كويسين يعني إيه، يحبوني أنا الحمد لله كويسة جدا مع أمهم ومعاهم يعني، فهم بيحبوني يعني. مفيش غيري أنا وجوزي وعيالي، وعيالي دول بالنسبة لهم عيالهم. هتتكلموا عن سلايفي سايبين أمهم، سلايفي كبار في السن جدود، هنبقى نحكي بعدين هعرفكم عليهم واحدة واحدة. دي بصي الملوحة جايبينها أحلى من اللي احنا كلناها أول يوم العيد اللي انتوا شفتوها معايا. دي تحفة، جايباها سلفتي أم حسن انتوا عارفينها، هي وأم محمود. عايزة أقول لكم طعمها تحفة تحفة. عايزة أقول لكم العيش كده بقى كل بيت مصري بيموت فيها، مش معفنة ولا حاجة. ما تقوليش معفنة يا أم مريم، ما تقعديش حاجة كده ملهاش كلام كده تاني، تقعدي كده تديها تعظيم سلام. دي بالنسبة لنا أحسن من أي حاجة من اللحمة والفراخ وأي أكل في الدنيا اتخلق. قطعناها كده يا سلام، وجالينا في الزيت، وعصرنا الليمون كده، وعملنا الطحينة بقى وعيشي. هي مش مستنية، هي بصوا بتقول أنا هاكل وحدي يعني. هي بصوا بتنده عليا بتقولي تعالوا كليني. أنا بصور لكم الفيديو وأكلتها وخلصت من تاني يوم العيد وعايزة أقول لكم عايزة أكل تاني. أنا بصوا ريجي جري يا جدعان، والله أنا بكرة هجيب ملوحة كلها أصورها معاكم، مش هينفع كده. بتفتح النفس وبحبها قوي يعني. هي والسمك، أكلتي المفضلة السمك عشان تبقوا عارفين. بصوا فتحناها كده، بصوا قلبها من جوه عامل ازاي يا جدعان. ما فيهاش اي حاجه، زي الفل، زي الفل كده. اللي قاعده معايا لحد هنا تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلها كل جديد مني. تنسوش يا بنات تشاهدوا الفيديو كامل، مش بس كده كمان شاهدوا الفيديوهات على القناه عشان ربنا يكرمنا والقناه تقترح وتفضل كده عاليه، وشيروا الفيديوهات واسمعوا الفيديو كده كامل عشان اليوتيوب يقترح القناه. كل ما تقعدي في الفيديو مدة اطول كل ما ربنا يكرم ان شاء الله والقناه تقترح ويشوفها اليوتيوب. شكر خاص طبعا لأسماء على وقفتها معايا، حبيبة قلبي، ربنا يا رب يجعل في ميزان حسناتها، ما تحرمش أبدا منها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نعمل الطحينة على طريقة حماتي كده زي ما متعودة إن هي تعملها. بصوا حطت ما قدرش تعصر عشان إيديها فبتقول اعصروا انتوا الليمون. حطت الطحينة ومية دافية وليمون، وحماتي مش بتحب الخل، أنا بحب أحط لها خل ومية دافية وليمون وحتة ملح. فعادي احنا بنعملها زي ما هي عايزة، مش بنستعمل خل عشانها هي. حطينا الطحينة كده وحطينا شوية مية وعصرنا الليمون وحطينا حتة ملح وعملنا أحلى طحينة كده في البيت. ممكن بنفس الطريقة دي تضربيها في الخلاط، بس لا، احنا عملنا عشان عملناها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان أنا عندي، هم أساسا عندي سلايفي بيحبوها ياكلوها مقلية، ملهمش جو في موضوع الطحينة يعني، بيحب يمسكوا الملوحة كده ياكلوا الملوحة نفسها يعني أكتر من كده يعني. فقلبناها كده تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين، وزبجين نضيف كده عليها المية، وعملنا ايه احلى طبق طحينه كده هواتي. بالهنا والشفا على قلوبكم يا بنات، طعمها حلو وموفره. عايزه اقول لك انت الطحينه الخام هتجيبيها اوفر ليكي يعني. انا جايبه الطحينه الخام في بيتي اوفر من البرطمان اللي انتوا شايفينه ده عشان الاسعار دلوقتي بقت اوفر شويه زياده عن اللزوم يعني. كل شويه كده بتضيفي ميه علشان ما تخفش قوي يعني. هتلاقي الطبيعي لونها غير معاكي يعني، دلوقتي بعد ما تدوب معاكي هتلاقي اللون بتاعها اختلف يعني. فتنسوش يا بنات اول تعليق مثبت لدعوه حلوه من القلب. كل اللي عنده دعوه يكتبها في اول تعليق مثبت عشان ما توهش. في دعوات كتير جوه على الفيديوهات بس بتوه
ومش باعرف اجمعها عشان اقولها ورا بعضها. فاي حد عنده دعوه يكتبها في اول تعليق مثبت يا بنات، عشان خاطر باخد الدعوات من اول تعليق مثبت. خلصت كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده، خلاص خلصنا كده الطحينه بتاعتنا، عملناها هيك جاهزه ما شاء الله عليها، ولسه تاني في البرطمان تاني يعني لو احتاجنا. هنا بصوا الملوحه بتاعتنا كده، اخدنا كده 3 4 حتت حطيناهم على النار. هنحط زيت وهنعصر عليها ليمون، بنجليها على النار او بتحمريها زي ما انت عايزه، بتسويها زي يعني ما بتسميها عندك يعني. حطيناها على النار كده، عايزه اقول لكم طعم الزيت بالليمون نازل مع الملوحه طعمه حلو جدا، حلو حلو ما شاء الله يعني. حطيناها في الطاسه كده عشان خاطر ايه، ونزلنا بالزيت والليمون. عايزه اقول لكم في فيديو تنظيف المواعين برضو هنزله لكم تشوفوه معايا يعني. كده نضفت حبه من المواعين الفتره اللي كنت موجوده فيها. ان شاء الله باذن الله كده كل فتره، عشان انتوا عارفين انا كده مش قاعده مع حماتي، كل فتره كده هروح مخصوص اروج الدنيا كده وانضف الدنيا ليها، واخلي الدنيا ايه فله شمعه منوره. على رأي حبيبتي ام سما. خلاص كده كل ده فيه يا جدعان، بصوا شايفين الملوحه يا جدعان عامله ازاي حلوه، افتح النفس. بصوا كده خلاص كده، كنت بوريكم بصوا شكلها كده وهي على النار كده. خلاص هنشيلها، وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا اول يوم بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. حطينا الملوحه والبصل بتاعنا والطحينه والملوحه بتاعتنا والملوحه المقليه وبصوا الملوحه دي كلها اهي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بالهنا والشفا كده على قلوبكم يا بنات. طعمها حلو كده، وربنا يا رب ما يحرم حد من والديه، ويبارك فيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويخلي لهم امهم، لان مهما كان هي ام برضو يعني ام. ومن بعد الام عمر لما دي ما هتحصل يعني، ما توقعهاش من بعديها يعني. هم بيجوا عشان خاطر امهم، بعد كده كل واحد بيتلهي في دنيته وفي حاله وفي حياته عموما يعني. فربنا يدومهم نعمة في حياتنا، اللهم امين يا رب العالمين، لان من بعديهم مفيش حنان تاني يعني. هما ترابهم ما يتعوضش، تراب الأب والأم بعديهم خلاص مفيش لمة، مفيش نفس، مفيش أي حاجة حلوة. فنلحق نفسنا، الحقي نفسك، كل حد بيشوفني يلحق نفسه. بصوا هنا بقى تعالوا نرجع ايه للدماسة بتاعتنا. انتوا عارفين ام مريم ما بتكدبش ابدا معاكم. كان عندي بس معلقتين ملح ليمون، كانش عندي الملح ليمون كتير يعني، كان اخر حاجه موجوده معايا المواعين كده. انا كنت بوريكم لان في فيديو انا منظفه فيه المواعين هتشوفوه معايا يعني. عايزه اقول لكم الدماسه هي ما نطفتش جوه الالمونيا، ما لمعتش، لان الالمونيا باظت اساسا من كتر الطبقات اللي عليها. نطفت احسن من الاول بكتير يعني، احسن من الاول بكتير بكتير. انا كنت فين يعني. المهم ان انا منظرها كده كنت قرفانه منها، المهم ان انا حطيتها كده وغليتها ودعكتها ونضفتها كده، خليتها بصوا زي الفل. فاضل لها من جوه بس حاجات بسيطه، لكن كل اللي انتوا شايفينه، شايفين السواد والطين اللي كان فيه سواد، الطبقه اللي هي فيها دي ما شاء الله فرقت كتير معايا. يلا بينا نقول دعوة حلوة من القلب، دعوة حلوة من القلب لكل عيلتي، عيلة السعيد وعوائد بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم يا رب. دعوة حلوة معايا لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض بيتألم. دعوة حلوة لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. دعوة حلوة لأميرة حبيبتي وأخت، ربنا يكرمك بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين، ويعوض عليك يا رب يا أميرة. دعوة حلوة الأم صفية بالستر والصحة وراحة البال، وربنا يكرمها وتقوي صفية، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة معايا لمتابعتي أم حبيبة، لأم حبيبة ربنا يشفيني ويهدي لي بنتي ويرزقني بشقة ملك، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لمتابعتي بتقولي ادعي لي بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لعمرو ربنا يكرمه بكلية الطب، وهاجر بالثانوية العامة. دعوة حلوة لأمال من الجزائر بتدعي لعمتها رايحة عمرها انها تروح وترجع بخير. دعوة حلوة لأسماء ربنا يكرمها بمهدي. دعوة حلوة لمتابعتي بتقولي ادعي لي ربنا يفرج همي حبيبتي ام ياسين من العراق، ربنا يفرج همك ويفك كربك ويطلعك على خير ويحقق لك كل اللي بتتمنيه، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه متابعتي بتقولي ادعي لي ربنا يحفظ ولادي ويرزقني ويهدي لي جوزي. دعوه حلوه متابعتي بتقولي ادعي لي ام حبيبه من المنوفيه، بتقولي ادعي لي ربنا يحفظ لي حبيبه ويهديها ويبارك لي فيها، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه لمتابعتي بتقولي ادعي لي ربنا يرزقني بالجوز الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه لمتابعتي بتقولي ادعي لي بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه بتقول متابعتي بتقولي ادعي لي ربنا يغير حالي من حال لاحسن حال ويشفيني، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه متابعتي من الجزائر بالصحه والستر وراحه البال ورزق يتعجب ليها للسما والارض.